اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى شرح خدعه سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه بالكوتشينه. قبل ما نبدا يا شباب، انا بطلب منكم التفاعل القوي على القناه وعلى الفيديوهات. انا عايز اشوف اللايكات بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم والاشتراكات بتاعتكم على القناه. كل ما هلاقي تفاعل اكتر كل ما انا هستمر في التنزيل وهنزل لكم فيديوهات اكتر ان شاء الله الفتره الجايه. لو التفاعل كان قوي هبدا ان انا انزل لكم فيديو كل يوم. تخيل كل يوم تتعلم خدعه جديده. من غير كلام كتير خلينا نشوف الخدعه، بعد كده نروح للشرح على طول مع بعض. طيب يا شباب، خدعة النهاردة في منتهى السهولة. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي قبل بداية اللعبة وتطلع الجوكرين. ده الجوكر الاولاني وده الجوكر التاني زي ما انتوا شايفين كده، وهتخليهم قدام الشخص اللي انت هتعمل معاه الخدعة بالطريقة دي. بعد كده هتخلي الشخص يختار اي كارت، اي كارت حرفيا مش فارقة. فرضا هو اختار الكارت ده، انا هوريكم الكارت على الكاميرا. عايزكم تحفظوا الكارت كويس جدا جدا جدا. تمام. طيب بعد كده انا هاخد الكارت ده، تمام، وهبدأ ان انا ادخله في اي حتة في الكوتشينة. خلينا نتأكد مع بعض ده الكارت اللي انتوا اخترتوه. تمام. طيب هبدأ ان انا ادخله في نص الكوتشينة، وهبدأ ان انا اقسم الكوتشينة كذا مرة بحيث اضيع الكارت اكتر، وهبدأ ان انا افنط الكوتشينة مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده. تمام، عشان اضيع الكارت خالص. تمام. طيب بعد ما عملت كده هبدأ ان انا اعمل ايه؟ خلونا نشوف مع بعض. هبدأ ان انا بحركة سحرية بسيطة وهي كده، هبدأ ان انا الكارت اللي انتوا اخترتوه هيطلع لوحده، هيبقى اول كارت فوق في الكوتشينة. خلينا نجرب مع بعض. تمام. ده الكارت اللي انتوا اخترتوه. طبعا مش هو ده الكارت وانا اتلخبطت، ولكن مفيش اي مشكلة يا شباب. طول ما انتوا مش مقتنعين ان ده الكارت انا هثبت لكم العكس. دلوقتي انا هاخد الستة دي، الستة القلب دي زي ما انتوا شايفين كده، هقلبها كده وهحطها هنا ما بين الكارتين دول. تمام. وبعد كده انا هطلب منكم طلب بسيط جدا. عايزكم بس تتخيلوا الكارت اللي انتوا اخترتوه في بداية اللعبة اللي انا معرفتش اجيبه واللي طلع مكانه الستة القلب. تخيلوه في دماغكم. مجرد ما انا همشي ايدي كده وهبدأ ان انا احط الكارت ده بين الجوكرين دول كده، وههز ايدي بس هزة بسيطة، وههزها مرة تاني وهعمل كده. لو جيت فردت الكارتين دول وشوفنا الكارت اللي في النص هنلاقيه انه الكارت اللي انتوا اخترتوه في بداية اللعبة، وبكده يكون الكارت اتغير وهو قدامكم ما بين الكارتين دول. من غير كلام كتير خلونا نشوف شرح الخدعة دي مع بعض. طيب يا شباب، شرح خدعة النهاردة سهل جدا، والخدعة في منتهى السهولة. حرفيا مش هتاخد منك 5 دقايق على بعض وتتعلمها وتبدأ تنفذها على طول. انا بطلب منك بس التفاعل واللايكات والكومنتات والاشتراكات في القناة عشان استمر في تنزيل المحتوى اللي من النوع ده. طيب يا شباب، اول حاجة انت هتجيب الجوكرين، جوكر والجوكر، وتبدأ تحطهم قدام الشخص اللي انت هتعمل معاه الخدعة كده من بداية اللعبة من غير ما تيجي جنبهم. بعد كده خليه يختار اي كارت هو عايزه بشكل عشوائي. فرضا هو اختار العشرة القلب، وهو بيشوفها تفرد الكوتشينة وتطلب منه يحطها في اي مكان. فرضا هو حطها هنا، هتبدأ ان انت تعمل بريك. هو حط خلاص العشرة القلب بتاعته، هتبدأ ان انت تعمل بريك وتحط الجزء دوت كده فوق البريك اللي انت واخده. تمام بالطريقة دي. وبعد كده هتيجي تمسك الكروت كلها كده، تمام، وانت محافظ على البريك، وتبدأ تقسم قسمة والتانية والتالتة، وانت بتقوله ان انت بتفنط الكوتشينة يعني عشان يقتنع ان الكارت بتاعه بيضيع وبيضيع وسط الكروت، ومستحيل ان احنا نعرف نجيبه مرة تانية، على الرغم ان انت اصلا بتحافظ على كارته انه يبقى اول كارت فوق في الكوتشينة. وهي دي ميزة الخدعة، خدعة سهلة جدا يا شباب. بعد الخطوة دي هتبدأ تقول له طيب انا بحركة سحرية بسيطة هبدأ ان انا اطلع كارتك اول كارت فوق في الكوتشينة، وهتاخد دبل ليفت. دبل ليفت يا شباب ان انت بتاخد بريك تحت اول كارتين. هتبدأ ان انت تيجي تزق اول كارتين كده وتحط صباعك الصغير وترجعه تاني. هو ده الدبل ليفت يا شباب. وبعد كده هتوري له اول كارتين على انهم كارت واحد، وتقول له هو ده الكارت اللي انت اخترته. طبعا هيضحك عليك وممكن يتريق عليك ويقول لك لا مش ده الكارت اللي انا اخترته طبعا، وهيتبسط جدا، ولكن اصلا الكارت اللي هو اختاره في ظهره. مفيش اي مشكله. هتبدا تقول له تمام مفيش مشكله، الظاهر ان انا اتلخبطت، ولكن انا هقدر ان انا اصلح الغلط اللي انا غلطته ده. هتقلب السبعه دي، هتقول له تمام انا هاخد السبعه دي ان هي مش كارتك اصلا. وطبعا انت هتقلب اول كارتين مع بعض، انت كده كده واخد البريك، هتمسك اول كارتين مع بعض وتقلبهم بالطريقه دي. تمام، طبعا هما كارتين مش كارت واحد. هتبدا تمسكهم وتقلبهم، وهتقول له انا هاخد السبعه دي وهحطها كده
ما بين الكارتين. طبعا انت في الحالة دي بتاخد كارته اصلا بس هو مش عارف، هتقول له انا هحطها كده بين الكارتين، وهتبدأ ان انت تمسكها كده وتقول له انا همسك الكارتين دول اضمهم، ومجرد ما اهز ايدي بالطريقة دي او اي حركة سحرية ونشوف الكارت اللي في النص، هنلاقيه اتحول بقى الكارت اللي انت اخترته في بداية اللعبة. ده الشرح بتاع الخدعة بتاعت النهاردة يا شباب. طبعا خدعة قوية جدا تقدر ان انت تتعلمها بمنتهى السهولة. انا بعتذر عن ان انا كنت منقطع عنكم الفترة اللي فاتت ومش بنزل اي فيديوهات، ولكن انا رجعت وعايز التفاعل بتاعكم عشان ابدأ استمر في تنزيل الفيديوهات، وانزل لكم فيديو كل يوم ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية. طول ما التفاعل بتاعكم قوي هنزل لكم فيديو كل يوم اشرح لكم كل يوم خدعة جديدة ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا على المشاهدة، واشوفكم بكرة في فيديو جديد.